اهلا بكم في هذه المداخله. موضوع مداخله اليوم غنخصوه البرنامج من برامج رمضان، برنامج حتى للرتبه 6 في الطوندونس المغربي، برنامج فاصل ونواصل مراد العشابي. قلت ويلي، كيفاش مراد العشابي داير هذه الحيحه كامله وانا ما فراسيش؟ دخلت في اليوتيوب ودرت فاصل ونواصل مراد العشابي، طلعوا لي الحلقات واختاريت نشوف الحلقه ديال رفيق بوبكر. تفرجت فيها وحسيت انها ما كافياش باش ناخذ فكره على هاد الكاميرا كاشي. قلت نزيد نتفرج في حلقات اخرين باش نقدر نخرج بوجهه نظر، نقدر نخرج براي باش نقدر نكون فكره وندير تقييم لهذا البرنامج. شنو شفت وشنو اكتشفت؟ هادشي اللي غنعرفوه جميع من بعد الفاصل. بقاو معنا. تفرجت في عدد من حلقات فاصل ونواصل الكاميرا كاشي ديال مراد العشابي، وفاش ساليت اكتشفت ان مراد العشابي وقناه ام بي سي 5 والفنانه والنجوم بين قوسين اللي شاركوا في هذه الكاميرا كاشي شاركوا كلهم في جريمه خطيره بزاف. جريمه سميتها النصب والاحتيال على المغاربه، سميتها استبلاد المغاربه، سميتها استغباء المغاربه، سميتها الضحك على ذقون المغاربه. على قناه ام بي سي 5 مراد العشابي وفاتي الجمالي وكاع الناس اللي واقفين ورا هذيك الكاميرا كاشي خاصهم المساءله والمحاسبه، ماشي الطوندوس. هنا نطرحوا سؤال بسيط: شنو ممكن تكون ردة فعل فنان مشى ضايف عند مذيع في برنامج من البرامج التلفزيونيه؟ شنو ممكن تكون ردة الفعل ديالو الى عصبوا المذيع، الى وقع نقاش ما بينه وبين المذيع؟ شنو ممكن يوقع الا المذيع كان قليل الحياه مع الضيف ديالو وتعمد يطيح به، او لا حس الفنان بان المذيع جابو باش يبهدلو قدام الناس؟ وباش توضح لكم الصوره مزيان غنرجعوا نتفكروا برنامج ضريبه الشهره ديال الصحفيه بشرى الضوء. بشرى الضوء اللي كانت قدمته في رمضان هذه 5 سنين. بشرى الضوء جابت عدد من الفنانات والفنانين والمشاهير وسارت تستفز فيهم في البرنامج من خلال أسئلة محرجة ووقحة في كثير من الأوقات، أسئلة محرجة وجريئة لدرجة الوقاحة، وتسبب برنامج ضريبة الشهرة البشرى الضوء في خصومات كثيرة مع بزاف ديال الفنانة والمشاهير، منهم دوك صماد، طارق البخاري، الشيخ الفيزازي، سعيدة شرف وآخرون كثر. وطاحت الأسهم ديالها ديال بشرى الضوء، خسرت فيها صورتها كإعلامية، كانت باغيه دير بلاصتها في التلفزيون من بعد ما كانت دارت بلاصتها في الراديو. وهنا خاصنا نتسائلوا ونطرحوا سؤال: كيفاش كانت ردود فعل الفنانات والفنانين والمشاهير اللي كانت بشرى الضوء كتستفز فيهم وكتبهدلهم قدام الكاميرا؟ كيفاش كانوا كيتصرفوا معها؟ كيفاش كانت كتكون نهايه حلقات البرنامج؟ نجاوب على هذه الاسئله كلها من بعد الفاصل، فبقاو معنا. في برنامج ضريبة الشهرة ديال بشرى الضوء، في أسوأ الحالات كانوا الفنانة ولا المشاهير اللي دازوا برنامج ضريبة الشهرة كيخرجوا للصحافة وكيقصفوا ويكلاشيو بشرى الضوء في القنوات التلفزيونية ولا في اليوتيوب. أي فنان ولا شخص مشهور في أي برنامج حس براسو تحقر ولا حس براسو تهان ولا تمس في سمعته ولا تمست صورته قدام الجمهور والمشاهدين ديالو، كيقدر يوقف في ديك اللحظة يقول للمذيع: اسمح لي، يقول لي عافاك هاد الحلقة ديالي ما تدوزهاش، كيحيد الميكرو ديالو وكيمشي في حاله. هذا هو الطبيعي، هذا هو المنطقي، وهذا هو العادي. عند مراد العشابي في الام بي سي 5 برنامج الكاميرا كاشي فاصل ونواصل وقع داكشي اللي ما كيوقعش في برامج الكاميرا الخفيه في المغرب. كيتهرسوا لي فاز، كيتقلبوا البيروات، السبان المعيور غير من الصمطه لتحت كيحيدوه غير بديك اللعيبه ديال الطير، التهراس، الضرب، التشنضير، بنادم كيشعل بالزربه وكيبدا يشير ويعاير ويضرب. الخطير في الامر واللي خاص المغاربه ينتبهوا ليه مزيان هو ان كاع الفنانه
والمشاهير اللي دازوا مع مراد العشابي بانوا في حلقات فاصل ونفاصل عناف اغريسيف وعدوانيين، تحولوا الفنانه والمشاهير الشماكريه ومشرملين في بلاطو فاصل ونواصل. الا كانوا الناس ديال ام بي سي 5 ومراد العشابي وفاتي جمالي كيعتقدوا انهم جاوا في هذا رمضان في هذا الشهر الفضيل باش يفرجوا المغاربه ويرفعوا على المغاربه ويضحكوا المغاربه بهذه الطريقه وبهذا النيفو، فيسمحوا لي نقول لهم انهم خاصهم المساءله والمحاسبه، خاصهم الهاكا الهيئه العليا المستقله للاتصال السمعي البصري تشوف معاهم، خاص لطيفه اخرباش الرئيسه ديال الهيئه العليا المستقله للاتصال السمعي البصري دير خدمتها، خاصها تتصدى لهذه التفاهه والتبرهيش، لان برنامج مراد العشابي كيساهم مع سبق الاصرار والترصد في نشر العنف في اوساط المجتمع المغربي، كينشر قله الحياء وكيشرعن العنف والسلوك العدواني وكيدفع المغاربه يطبعوا مع فحال هذا السلوك المرفوض والمريض. مراد العشابي كيرتكب جريمه كبرى في حق المغربيات والمغاربه. مراد العشابي وعلى الفلوس جا باش يهدم كاع داكشي اللي بنات الاسره المغربيه واللي بنات المدرسه المغربيه واللي بنات الجامعه المغربيه، جا باش يعطينا درس واحد لا غير، درس كيفاش نجيبوا الريال باي طريقه. ما كيهمش القيم وما كيهمش الاخلاق والتقاليد والاعراف، ما كيهمش نخرجوا على جيل باكمله من المغاربه، ما كيهمش نساهموا في انتشار التفاهه والميوعه والابتذال. تستفزيتي يا سي بوبكر، تستفزيتي يا سي بوبكر، يا سي رفيق بوبكر، حيد الميكرو بهدوء، دور في مراد العشابي قول ليه دوز هذه الحلقه نتابعك قضائيا وسير في حالك. ولكن باش تشبع معيور من عند العشابي ومن عند الجمهور جاي باش يعايرك ويسبك ويبهدلك وتبقى تماك حتى توصل الامور للضرب وتخسر الهضره ولا بيلانس وبزاف على هاد الكاميرا كاشي، عيقتو بسلتو حمضتو تفرشتو فرشتو راسكم، بينتو ان القضيه ما فيها لا كاميرا كاشي لا والو، القضيه فيها كاشي بلا كاميرا، فيها كاشي بلا كاميرا، فيها شحال ديال الفلوس غادي تشد وشنو غدير، واش غتقدر تطلع حلقه فيها العنف والسبان وتخسر الهضره والضرب والجرح والابيلانس ومستعجلات المشاهدات واللايكات والبوز والطوندونس ولا لا؟ شنو الفرق دابا بينكم وبين الروتيني اليومي؟ شنو الفرق بينكم وبين الروتيني اليومي؟ شنو الفرق بين رفيق بوبكر واوسخ روتيني اليومي في المغرب؟ عماتكم الفلوس، كلشي ولا باغي يدخل الفلوس باي طريقه، يجيب الريال باي وسيله، ما شغلوش في المغربيات والمغاربه، ما شغلوش في الاطفال والشباب المغاربه اللي غيشوفوا ويتفرجوا في هذه التفاهه وفي هذا الابتذال، ما قدوش فيل زيدوا فيله. حتى اذا كانت قناه ام بي سي 5 كتفكر في الربح وغير في الربح باي طريقه وعلى حساب المغاربه البسطاء، ما تكونش انت يا السي رفيق بوبكر جشع وطماع وميركانتي لهذه الدرجه، ما تكونش كتفكر غير في راسك وفي الفلوس اللي غتضرب. عارفين الوضعيه خايبه عند الفنان المغربي، عارفين الفنان المغربي كيعاني ويقاسي، عارف ان الفنان المغربي دايز عليه وخاصو منين يجيب الزيت والطحين والبوطه ومنين يكسي ولادو ويقريهم ويداويهم الى مرضوا، عارفين هذا الشيء كامل. ولكن في المقابل خاص هذا الفنان القدوه والنموذج يفكر انه بمشاركته في برنامج فاصل ونواصل راه كيرتكب جريمه في حق المغربيات والمغاربه. جمهور في البلاطو كله شابات وشباب كيتابع ويشارك بدوره في جريمه اخلاقيه، كيتفاعل مع الفنان الضيف، كيطرح اسئله كتمشي في نفس الاتجاه ديال مراد العشابي، والفنان الضيف ما كيعيق زعما داير راسو سطل قفه كامبو غبي وبليد. الجمهور كيخسر الهضره مع الفنان والنجم، الجمهور كيعاير رفيق بوبكر، كيمشي حتى لعندو كيكعى عليه وكيرجع يجلس في بلاصتو رفيق بوبكر ويكمل البرنامج. جمهور عدواني، جمهور كيتنمر على الضيف، جمهور كيمارس العنف الرمزي على الفنان ولا النجم اللي في البلاطو، ومع ذلك كيبقى جالس وكيكمل الحلقه وكيدير كل ما كيملك من فنون العنف والعدوانيه باش ينجح الحلقه ديالو ويوصل مراد العشابي للي باغي وتوصل
الام بي تي 5 لداك الشيء. كيلقط رفيق بوبكر على مراد العشابي، كيخبطو مع الارض، كيطيح مراد العشابي، كيدير موت حمار، كتجي لابيلانس واو 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 واو، كتهزو للسبيطار، كيخرج رفيق بوبكر يتفرج على العشابي غاديه به لابيلانس، كيخرج الجمهور كيتجوق على رفيق بوبكر وكيبدا يستفز فيه. في لحظه كان خاص الجمهور يكون مصدوم من داك الشيء اللي وقع للعشابي، لانه من المفروض يكون داك الشيء اللي كيشوف مفاجئ وطريق بالنسبه ليه، اي بالنسبه للجمهور. المشهد ديال الطيحه ولابيلانس والسبيطار مشهد صوروه لينا ديال بصح، ماشي كاميرا كاشي، ولكن الجمهور بقى عايش في الكاميرا الخفيه، بقى عايش في الكاميرا كاشي. ما اثرش عليه مشهد مراد العشابي غادي به للسبيطار، الجمهور بقى مكمل على الدور اللي تعطى ليه، وكأن المشهد ماشي طريق وماشي مفاجئ وماشي بصح، وكأن المخرج ديال الكاميرا كاشي كيعلم الغيب، كأنه كان عارف أن رفيق بوبكر غادي يطيح مراد العشابي، والعشابي غادي يدير فيها موت حمار، ولابيلانس غتجي وغتدي مراد العشابي للسبيطار، وبالتالي عطى الجمهور التعليمات باش يبقى لابس الدور ديال الكاميرا كاشي. هادشي كامل وقع، وبعض المواقع والقنوات على اليوتيوب رفيق بوبكر ارسل مراد العشابي للسبيطار، مراد العشابي يكشف حقيقة إصابته في حلقة رفيق بوبكر. رفيق بوبكر خارج السيطرة، وارسل العشابي للسبيطار. رفيق بوبكر يرسل مراد العشابي للمستعجلات، بل كاين اللي قال رفيق بوبكر يتسبب في وفاة مراد العشابي. المهم كل شيء كيجري على الفلوس، كل شيء كيجري ورا الفلوس، ورا الريال، ما سوقوش في المغاربه والمغربيات. وفي نهايه هذه الحلقه كنبغي نطرح الاسئله التاليه. الا ما تدخلش لطيفه خرباش رئيسه الهيئه المستقله للسمع البصري، دابا وقتاش غاديه تدخل؟ الا ما تدخلتش الدوله لوقف هذه المهزله، فوقاش غاديه تدخل الدوله؟ وقتاش غنحسوا بانه كاين ناس كيتخلصوا من فلوس الشعب باش يخافوا علينا حنا المغاربه ويحميونا حنا المغاربه من فحال هذه البرامج المهزله اللي كتضر بالفرد والمجتمع وكتضرب اخلاق وقيم الشعب المغربي في الصميم. الى اللقاء.